لا تشبه الإسلام. هذا ما يقولون، لكن لو رجعنا إلى التاريخ، الإسلام قام بالغزو، داعش تقوم بالغزو، الإسلام طبق الحدود، داعش طبقت الحدود، الإسلام كان له خلفاء وداعش لها خليفة. الدول الإسلامية الآن منقسمة، لها ملوك ورؤساء، بينما الدولة الإسلامية لها خليفة وهي أمة واحدة، وهذا ما تفعله داعش. طيب، بعض الناس تسأل: أخ رشيد، أنت حاقد على الإسلام والمسلمين؟ لست حاقدا على المسلمين، سأفرغ الاثنين، لأنه لحد الآن هناك جزء كبير من عائلتي هم مسلمون، فإذا لا يمكن أن أحقد، وأنا أحب المسلمين جدا وأحب العالم الإسلامي. لكن الإسلام هو مجموعة أفكار ومعتقدات، من حقي أن أنتقدها، من حقي أن أرفضها، ولا يمكن أن نحقد على فكرة، لأن الفكرة ليست أنت شخص. تنتقد فقط. نعم. لنتحدث قليلا عن بلدك الأم، عن المغرب. متى زرت المغرب لآخر مرة؟ آخر مرة كان لما تركت المغرب 2005. مؤخرا أخ رشيد، استقبل رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان في المغرب تنسيقية المغاربة المسيحيين، مع العلم أن المجلس الوطني هو هيئة رسمية، يعني هذا اعتراف ضمني إذا صح التعبير. كذلك الملك محمد السادس قال في خطاب له أن أمير المؤمنين لا تعني فقط المسلمين بل المسيحيين واليهود وغيرهم. هل تعتبر أن هذه تطورات إيجابية بالنسبة إلى المغاربة المسيحيين والأقليات في المغرب؟ هو تطور لكل المغاربة جيد جدا. أنا بصراحة فوجئت أن المغرب أخذ خطوات جبارة إلى الأمام في فكرة التعدد وقبول الآخر، وأعتقد أنه هذه هي بداية الطريق الصحيح. فجلالة الملك محمد السادس عندما قال أنا أمير المؤمنين بمختلف أديانهم، دي كانت إشارة واضحة إلى أنه يقبل المسيحيين المغاربة، ويقبل طبعا اليهود المغاربة، وحتى الملحدين واللادينيين، يعني كل الناس، كل التيارات. طيب، في هذه الأجواء الإيجابية إذا صح التعبير، هل تعتبر أن عودتك إلى المغرب أصبحت قريبة؟ أتمنى ذلك، أتمنى أن يكون هناك جو للتسامح وجو لقبول الآخر. حتى الصحافة المغربية تغيرت تجاهي، يعني ينشرون لي بدون أي إشكال، وهذا أعتبره مؤشر إيجابي سيجعلنا نتعايش مع بعض ونقبل البعض ونسير إلى الأمام. ماذا تقول المسيحيين في المغرب باختصار؟ أقول لهم أنه تشجعوا وتشددوا، لأنه أنا أرى أن المغرب يعني يخطو خطوات إلى الأمام، ويمكن يجي اليوم يعترفون صراحة بالمغاربة المسيحيين ويصير لهم كنائسهم، ويصير لهم بدل الاجتماع في البيوت سريا. أنت متفائل. نعم. سؤالي الأخير لك باختصار: اليوم حياتك في خطر أخ رشيد، أنت مهدد بالقتل، هل تعتبر أن ما تفعله يستحق المخاطرة؟ يستحق جدا. كل التغييرات التي حصلت في التاريخ كان لها ثمن، وأنا أعتبر أن الحرية لا تؤخذ بدون ثمن، وأنا مستعد لدفع الثمن. أخ رشيد الإعلامي والكاتب المغربي، أشكرك على حضورك معنا في حوار على فرانس 24. شكرا.